طب هات اعمل لك انا ساندوتش احسن بدل ما تبهدل لي الدنيا. انت اصلا ايه موقفك كده اهو وبتفرهدي نفسك على ايه؟ انت المفروض ترتاحي وانا اعمل لك كل حاجه بنفسي. يا سلام. امال انا جاي لك ليه؟ امال جاي لك ليه؟ يعني انا لو ما كنتش حامل كان زمانك قاعد في لندن دلوقتي وسايبني؟ انت لو ما كنتيش حامل كان زمانك معايا في لندن. يا هشام انا بقالي كتير لوحدي، انا زهقت وتعبت من الوحده. انا اسف. انا مش بقول لك كده عشان تقول لي انا اسف، انا عارفه ان دي ظروفنا من الاول واحنا متفقين على كده، انا بفضفض معاك بس. هي بس كنت مضغوط شويه اليومين دول وعمي عاوزني ارجع لمصر. يا لهوي، يعني ايه نرجع لمصر؟ يعني مش هنسافر؟ امال احنا عملنا كل ده من الاول ليه؟ اهدي عشان صحتك وعشان ابنك قبل اي حاجه، ونتكلم بالراحه عشان تسمعيني للاخر. انا مش هرجع، انا وانتي هتسافر على انجلترا اول ما علي يتولد. طب وعمك هيسيبنا في حالنا؟ عمك بقاله سنه وهو بيضغط عليك بكل الطرق عشان تسيب له نصيبك في الشركه، تفتكر لما تلوي دراعه كده هيسيبك في حالك؟ انا خدت الفلوس خلاص يا نوال. خدت الفلوس يعني ايه؟ ازاي يعني؟ انا اللي خلاني اروح لندن المره دي عشان كنت منقل الفلوس من حسابي لحساب تاني. سرقت الفلوس؟ انت لسه قايله دلوقتي حالا انه نصيبي وحقي وحق اهلي، دلوقتي بتقولي انا سرقت الفلوس يا نوال؟ انت ايه؟ لا كده عاجب ولا كده عاجب. تفتكر عمك هيسيبنا في حالنا؟ لا، بس مهما حصل احنا مش هنسيب بعض. هشام، ايوه يا حبيبتي. ممكن تفهم بس ان علي هينام جنبي على الاقل اول كام شهر وانت قاعد بتركب السرير على الفاضي؟ مش قادر ما اركبوش بصراحه، بس كده كده هودي له الاوضه بتاعته. حاسس اني لازم اعمل له حاجه. اشمعنى انت بتعملي كل حاجه علشانه؟ انت بتعمل اللي عليك واكتر. ده فين؟ عملت له ايه؟ انا على طول مسافر بسبب القرف اللي انا فيه. هشام ارجوك ما تتوترش عشان انا لما بشوفك كده بتوتر انا كمان. نوال، مش عاوزك تتكلمي مع حد. اي حد يتصل بيكي ويسال عني قولي لهم انك عارفه اني في لندن. انت فاهمه؟ حضرتك انا عندي شغل في المينا في مانشستر. راجع لندن امتى؟ يا فندم انا لازم استنى عشان الشحنه طالعه من هنا. طيب اديني يومين وانا هتصرف. مع السلامه. مانشستر؟ انا ما قلتلهمش اللي انا هنا ليه؟ عشان مش عاوز اي حد يعرف اني معاكي ولا حد يعرف مكانك. مش فاهمه.